تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض طاجن فاصوليا خضراء، بجد هيعجبكم جدا، وهقول لكم على تركتين بيفرقوا فيه جدا وبتنقله في حتة تانية. انا هنا جبت فاصوليا كده طبعا وقطعتها وغسلتها حلو قوي، وضربت نص كيلو من الطماطم، ودي بصلتين كده كبار، وده فلفل سبايسي ورومي. هقولك هعمل بيه ايه. جبت معلقة من السمنة بتفرق قوي في الخضار، يعني بتبقى احسن من الزيت واللي يعجبكم برضه. وهنزل عليها بالبصل كده لغاية اما يدبل، انا مش عايزاه ياخد لون، هو يدبل بس كده يبقى طري. هنزل بالفاصوليا وعليها مكعب مرق ورشة فلفل اسود، مش عايزة مكعب المرق حطي ملح خلاص، بس مكعب المرق بيديها تطعيمة حلوة قوي. وهنقلب كده الفاصوليا، طبعا انا عايزاها تستوي شوية عشان دي مش فروزن، فلازم قبل ما انزل الطماطم تكون استوت. هنزل بربع كوباية من المية كده، وهغطي ووطي النار خالص، هسيبها حوالي ربع ساعة كده لغاية اما يعني امسك كده الفاصوليا احس انها خلاص استوت. هنزل عليها بالطماطم خلاص، ده طبعا نص كيلو من الطماطم ضربة حلوة قوي ومصفيه. ونزلت بمعلقة صغيرة من السكر كده عشان تعادل الحموضة اللي في الطماطم. وهسيبها بقى تغلي كده، اول ما تغلي هنزل بمعلقة توم نية. المعلقة دي بتفرق جدا جدا جدا. خلاص هقلب كده، وبعدين هنزل بالفلفل الاخضر. جربوا بقى معلقة التوم مع الفلفل الاخضر كده يعني الرومي والسبايسي، بجد هتاكلوا احلى فاصوليا ممكن تدوقها في حياتكم. طبعا هغطي هنا واسيبها لغاية اما تكمل سواها تماما. خلاص هيكون بقى الفلفل تري معاك والفاصوليا استوت. هروح فاتحة الفرن بقى شواية، بس هنا هي مستوية 100%. هحطها في طاجن بقى وادخلها تحت الشواية. مش قادرة اقول لكم بقى الموضوع ده بيفرق في الخضار قد ايه. يعني اما تغرفي كده الفاصوليا من الحلة على طول لا، غير لما تنقلي بقى الخضار في طاجن كده او في بايركس اي حاجة وتدخليه الفرن كده يتشمع من فوق، بينقل الاكل في حتة تانية. جربوا الطريقة دي بجد هتدعولي عليها. وبس كده حبايبي خلصنا.